يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الرابعة مع أندية الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني. وسيلتقي نادي الزمالك مع فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل 10 فبراير في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وقطر على استاد القاهرة. وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت. وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم سنغالي بدلاً من طاقم التحكيم البوروندي الذي كان مكلفاً بإدارة المباراة. وستكون المباراة بحضور جماهيري يصل إلى 10,000 مشجع بعد حصول نادي الزمالك على الموافقة من الجهات الأمنية. ويدخل نادي الزمالك المباراة بهدف الفوز وتحقيق ال3 نقاط حتى يتفادى سيناريو الموسم الماضي بتوديع البطولة من دور المجموعات، ولتعويض الإخفاقات المحلية التي تعرض لها الفريق هذا الموسم.